اليوم. اللهم ببركة هذا اليوم نستغفرك ونتوب إليك. اللهم إننا نتقرب إليك بالذكر والشكر وحسن العبادة، فتقرب إلينا بالرحمة والمغفرة والإجابة. اللهم ارزقنا لسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وجسما على البلاء صابرا. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الحي القيوم، ناصر المظلوم وجابر المظلوم وقاسم ظهر الظلوم، القوي العزيز العلي فوق كل غشوم، ومجازي العباد على ما فعلوا من محمود ومذموم. أحمده تعالى في حالتي السراء والضراء، وأشكره على ما كشف من لأواء وبسط من آلاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هدى إلى سبيل الأرشد من شاء، وأضل عنه من كتب عليه الشقاء. اللهم لا تجعلنا من الأشقياء يا رب. اللهم لا تجعلنا من الأشقياء. اللهم لا تجعلنا من الأشقياء يا رب. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، قمع أهل الأهواء وانتصر على الشرك والأعداء، وألف بين قلوب المؤمنين فكانوا إخوة أوداء. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه نجوم الاهتداء، حماة الدين الأوفياء. اللهم يا من ذكره شرف للذاكرين ورحمته وسعت ذنوب العاصين، ويا من إجابته شفاء للسائلين، يا أنيس الذاكرين، يا حبيب العابدين، يا من قال وهو أصدق القائلين: إن الله وملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد، النبي المحبوب الشافي علل القلوب وكاشف الهموم ومفرج الكروب والواسطة في كل مطلوب، وعلى آله وأزواجه وصحابته الأبرار الناجين بإذنه من كل مكروب. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وانتشارنا من بعده انتشارا طيبا مباركا معصوما، ولا تجعل فينا ولا معنا ولا من ذريتنا ولا من أزواجنا شقيا ولا محروما. واجعل يا رب دعاءنا في هذه الساعة دعاء مسموعا، وكتابنا منشورا، وذنبنا مغفورا، وعملنا إليك يا رب مرفوعا. اللهم يمن كتابنا، اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا، وثقل بالحسنات ميزاننا، ونجح الأولاد ونجح الأولاد، وبارك في الأرزاق وبارك في الأرزاق، واهد الزوجات واحفظهم من الزلات، وفرج الكروبات، وتقبل التوبات، واغفر الهفوات، وارحم الأموات، وتجاوز عن السيئات، وثبتنا يا رب عند الغسرات، يا مجيب الدعوات، يا صاحب الكرامات، يا خير من رفعت إليه أكف السائلين والسائلات. اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها، ونعوذ بك من المعصية وأسبابها، فلا تحرمنا يا مولانا من الجنة وأنوارها، وأجرنا من النار وعذابها، وأمتنا على الشهادة وبركاتها، واكتب لنا السعادة في الدارين وأسرارها. اللهم ارزقنا الصبر في الطاعات، والثواب والقبول في العبادات، والصدق والإخلاص في الدعوات، وأعنا يا رب بجاه نبيك محمد على الخير وقضاء الحاجات، وضاعف لنا في هذا الشهر الفضيل الأجر والثواب والحسنات، واجعلنا يا رب من الذاكرين والذاكرات، ولا تحرمنا من الشفاعات، واصلح الأولاد والزوجات والأزواج والزوجات، واهد الأولاد والبنات، وارحم الآباء والأمهات، ووحد وآخي بين المسلمين والمسلمات، يا مجيب الدعوات، يا مجيب الدعوات، يا غافر الهفوات. اللهم يا لطيف يا لطيف يا لطيف، يا خفي اللطف أدركنا بلطفك الخفي، الذي إذا لطفت به أحدا من عبادك كفاه، فإنك قلت وقولك الحق: الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. اللهم الطف بنا في داري الدنيا والآخرة. اللهم إنك تعلم حوائجنا كلها فاقضها كلها، فإن لم نكن لها أهل فأنت لها أهل. اللهم اجعلنا من أهل لطفك الخفي، وحفنا بآيات لطفك يا علي، واجعلنا تحت لطفك يا خفي، وارزقنا دوام لطفك يا قوي، وجد علينا بدوام لطفك في الحياة وعند العرض يا غني.
اللهم اجعلنا بلطفك محصنين وعلى رحمتك حائزين، وأخرجنا من هذه الدنيا فائزين سالمين، وأحسن خاتمتنا واحسن خاتمتنا واحسن خاتمتنا، واكرم موتتنا واجب دعوتنا يا مجيب السائلين يا مجيب السائلين يا قريبا غير بعيد. اللهم نجح الأولاد والذرية، اللهم نجح الأولاد والذرية، اللهم نجح الأولاد والذرية، واكتب لهم النجاح والتوفيق في امتحاناتهم المدرسية، وافتح لهم أبواب رحماتك ونفحاتك الربانية، وحقق لهم الفوز والتميز في كل أعمالهم الدراسية، وذلك يا رب منك خير هدية. اللهم اجعلهم من الناجين، اللهم اجعلهم من الناجحين، اللهم اجعلهم من الفائزين، اللهم اجعلهم من المقربين تحت رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنازل الشهداء. اللهم ارحم الشهداء رحمة واسعة، وتقبل شهادتهم ويمن كتابهم، واخذل يا رب الظالمين، وشتت صفوفهم، وكسر شوكتهم، وفرق جمعهم، واهزم جيشهم، واعلو كلمة الحق المبين، واعلو كلمة الحق المبين يا ناصر المظلومين يا مجيب السائلين يا رب العالمين. اللهم أنا نتذكر في هذه اللحظات وفي هذا اليوم العظيم ساعة الإجابة الوالدين، اللهم اغفر لهم وسامحهم. إنسان والديه واجب عليه باش يتذكرهم في كل لحظة، من الواجبات الأكيدة أن يتذكر والديه ويطلعي لهم بالرحمة، وهذاك هو الولد الصالح. إن شاء الله أولادنا يتذكرونا كما نذكروا والدينا احنا كذلك. اللهم اغفر لهم وسامحهم، إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم، وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم. اللهم أبدل سيئاتهم حسنات، واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة بجاه القرآن والسنة. اللهم أعطنا أنوار الهداية، واجعلنا يا رب من أهل الولاية، وانزل علينا أسرار البداية، واختم لنا يا رب ببركة هذا اليوم بحسن النهاية. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم